بعض المرات كيكونوا عندنا اسرار اللي ما كنبغيو حتى واحد يعرفهم، وكنقروا باش ما نعاودوهم لتا واحد واخا ما نعرف اشنو يوقع. ولكن شي مرات الانسان كيكون في لحظه ضعف ولا حتى في لحظه فرح ويقدر يعاود هاد الاسرار حيت كيكونوا الجبل فوق كتافو. القصه والقضيه ديال اليوم كان السبب فيها سر قديم اللي خرج من بعد 6 سنين وهو مخبي، وغادي يقلب حياه بنت في العشرينات من عمرها، وغادي يحولها لأغرب قصة ممكن تسمعوها. قبل ما نبداو في قصتنا اليوم، إلى أول مرة كتشوفني أنا اسماعيل وهذه قناة القصص والقضايا المغربية. كنشكر أي واحد كيدعمني سواء بالاشتراك ولا بتعليق زوين أو لا حتى خايب، لأن مادام كاين كومونتيرات سلبية إلا وأن الكومونتيرات الزوينين غيكونوا حسن بزاف. الدعم ديالكم كيفرحني وما تخيلوش قداش، وهذا الشيء غادي يخليني نطور من هذا المحتوى والقادم أفضل بإذن الله. وكل قصة وقضية عندها بزاف ديال الروايات، ولكن هنا غادي تسمعوا الحقيقة كاملة. القصة ديالنا غادي تمشي بنا لمدينة طنجة سنة 2009، ملي أب كيجي من الخدمة ديالو كيلقى بنته في بيتها طايحة وفاقدة الوعي نهائيا، ومطعونة جوج ديال الطعنات، وحدة في كتفها والثانية في كرشها. الاب منين دخل لقى الدم غادي من الكوزينه حتى البيت ديال البنت، مشى تابع داك الدم وبقى حاير من شنو وقع وتلف شنو يقدر يدير، لان الاب في الاول صحابت ليه بنته فارقه الحياه، ولكن منين قلب النبض ديالها كيلقاها مازال فيها الروح. علم الاسعاف وحتى البوليس بشنو كاين، جاو في البلاصه باش يحاولوا يعتقوا البنت، ولكن للاسف البنت فقدات الحياه في الطريق. والبوليس لقاو راسهم قدام جريمة قتل اللي أقل ما يمكن لنا نقولوا عليها أنها صادمة بكل المقاييس. تعلمت النيابة العامة بالأمر مباشرة هذه المرة، وتنقلات الجثة لمستودع الأموات باش يشوفها الطبيب الشرعي ويدير التقرير ديالو. والبوليس غادي يبداو التحقيق في مسرح الجريمة اللي هو البيت ديال الضحية، وغادي تلتحق الشرطة العلمية لمسرح الجريمة، وبداو كيحاولوا يلقاو شي خيط اللي يوصلهم للمجرم او المجرمه اللي ارتكب هذا الشيء هذا. البيت كان باين مرون ومقلوب سفاح على علاه، داك الشيء اللي خلى البوليس انهم يستنتجوا انه ناض فيه شي مضاربه كبيره بين الضحيه واللي طعنها. داك الشيء علاش قرروا يحلوا الدم اللي في مسرح الجريمه كامل، ربما يلقاو الدم ديال المجرم ويكون اختلاف بيناتهم، خصوصا انهم لقاو عفطه ديال المجرم في مسرح الجريمه اللي تشكلات بداك الدم، وغادي يتهزوا البصمات. اما سلاح الجريمه ما لقاوش ليه الاثار. الشرطه العلميه غادي تلاحظ انه كاين واحد البيسي في البيت ديال حسنه، غادي يهزوه حتى هو مع الدلائل باش يتقلب مزيان ويشوفوا واش يلقاو شي بيست اللي وصلهم للمجرم. وهنا غادي يبداو التحقيق مع الاب اللي سميتو عبد الرحيم، وفي السن ديالو 55 سنه، وخدام شي فور ديال الطاكسي صغير. خداو منه المعلومات ديال بنته اللي سميتها حسنه وفي عمرها 26 سنه، ما كتخدم ما كتقرا وجالسه غير في الدار. البوليس سولوا عبد الرحيم على مراتو اللي هي مين حسنه، قال لهم هذه عامين باش مشات لاسبانيا وسمحات فينا وطلبات الطلاق عن طريق المحكمه، والجلسات مازالين خدامين في هذا الشيء هذا، وكاين غير هو حسنه في الدار. الاب كان متاثر بزاف، ولكن كان متعاون في التحقيق وباغي اللي قتل بنته يتشد بالسربه. وهنا غادي يسولوه البوليس على واش حسنه كانوا عندها شي علاقات غراميه، واش كانت مخطوبه او لا مزوجه او لا مطلقه، ولا شنو الحاله الاجتماعيه ديالها، وشكون هما صحاباتها اللي مقربين منها بزاف. الاب قال لهم لا، بنتي ما كتخرجش بزاف من الدار باش دير هاد العلاقات، وما عمرها تخطبات او لا تزوجات، والنهار وما طال وهي جالسه في داك البيسي وما كتنوضش منه. وبالنسبه لصحاباتها عندها صاحبتها وحده هي بنت جيراننا اللي ساكنه قدامنا سميتها مونيا، وفي التقاده ديال حسنه تقريبا، غير هي خدامه خياطه في واحد الشركه. البوليس في بلاصه غادي يمشيو باش يحقوا مع مونيا، وغادي يسولوها على حسنه، وقالوا لها بالحرف عاودي لنا اي حاجه كتعرفيها على حسنه وما تخبي علينا حتى شي حاجه. مونيا قالت للبوليس بان حسنه صاحبتها من الصغر بحكم الجوره والقرب ديالها، واخر مره شافتها هذه واحد اليومين، وما كانش هي هذيك غير ساهيه وكتفكر، وقالت مع راسها هذاك هو العادي ديالها، حيت هي كانت كدير المستحيل باش تدبر على شي راجل تزوج به يكون عايش في اسبانيا باش يديها، حيت كتهضر الاسبانيه مزيان وكتقيل تقلب في الفيسبوك على الرجال. في هذا الوقت كان الفيسبوك بدا يتغلغل مع العروق في الدم ديال بنادم، وكان بنادم كيمشي للسيبيري لعقلته ويجلس فيه بالسوايع. وحيت حسنا ما كتخرجش بزاف
دخل ليها باها الانترنت للدار من بعد ما صدعته به، وكانت كتخسر بزاف ديال الفلوس في السيبر. ديك الساعه كان لا دي اس ال بدا كينتشر، وهي كانت من الناس اللي بغاو يدخلوا هاد التجربه هذه ديال الانترنت، وفعلا دخلتها وبدات خدامه بها. المهم البوليس غادي يسولوا مونيا على العلاقات الغراميه ديال حسنه، وهنا غادي تكون الصدمه. قالت مونيا في الاقوال ديالها ان حسنه ما كانتش كدير العلاقات بزاف، ولكن هذه شي 3 شهور دخلات في علاقه مع شي واحد وما بغاتش تقول ليها شكون هو، ولكن اللي عرفات انها كتدخلو حتى للدار. وهذا الشيء ملي كيكون باها في الخدمه وخارج يضرب تماره في الطاكسي، وملي قلت ليها راه ما خاصهاش تدخلو للدار حيت الا باها عرف بهذا الشيء غادي يوقع ليها مشكل كبير. قالت لي باللي هذا الشخص راه عرف شي حاجه ما خصوش يعرفها عليها، وراه شادها من يديها اللي كتوجعها، وهي كانت ناويه تفك معاه العلاقه بلا صداع بلا مشاكل باش ترجع تدبر على راسها وتمشي لاسبانيا. البوليس غادي يسولوها على شنو هو السر اللي عرفوا عليه هذا الشخص. واش ما عاودات ليكش؟ بقات مونيا كتدور في عينيها ونكرات انها عارفه هذا السر، ولكن من الحاله ديالها والتصرفات ديالها عرفوا البوليس انها كتكذب ومخبيه عليهم هذا السر، اللي خلى العشيق ديال حسنه يبقى يدخل عندها حتى للدار وتقمرها التقميره كامله. خصوصا ان باها ما عندوش وقت معين ديال الخدمه، يقدر يجي في اي وقت للدار، لان بحكم ان عنده الطاكسي ويقدر يرجع الى نسى شي حاجه او لا يرتاح، وكتجيه القضيه سهله. هنا البوليس غادي يضغطوا على مونيا اكثر وعلموها بانها الا خبات شي حاجه غادي يعتبروها خبات معلومات مهمه في التحقيق، وهذا الشيء اللي غادي يعتبرها عرقلات التحقيق، وغادي يتابعوها بهذا الشيء. وما بقى ليها غير تقول لهم شنو هو هذا السر. قالت مونيا في الاقوال ديالها واحد النهار كانت عندها حسنه في الدار باش بات معاها حيت باها كان مسافر وغادي يوصل شي ناس اكادير كوسه ويرجع حتى لغد لي، حيت كان داك الساعات خدام في طاكسي كبيره. وعاودت ليها على شي مغربي عايش في اسبانيا، هي ديك الساعه كان في عمرها 20 عام، كان ملي كيجي كيهزها معاه في الطوموبيل وكيساريها وكيشري ليها الحوايج وكيتهلا فيها مزيان وكيدور معاها وكيعطيها فلوس كثيره، والمقابل راكم عارفينه كتمشي معاه للدار دوز معاه النهار كامل او العشيه كامله وحتى الليل عاد كتم غاديه للدار. حتى لواحد النهار عرفته باللي مزوج ومراته كاينه في اسبانيا وقاوريه وما عندها ما تستافد منه، فهمات باللي عمرو غادي يتزوج بها او لا حتى يديها لاسبانيا، وقررت تنهي معاه العلاقه في مره. وهنا غادي تصدم حسنه الصدمه ديال حياتها، غادي تتفاجئ باللي كان كيصورها ملي كانت كتكون معاه في الدار وهما في العلاقه ديالهم، وغادي يبقى يهددها بدوك الفيديوهات باش وقتاش ما بغاها خاصها تجي لعنده ولا غادي يشوها بدوك الفيديوهات، وبالمقابل انه ما بقى كيعطيها حتى ريال وما بقاش كيتهلا فيها ولا كيفرض عليها داك الشيء. هذا الشيء اللي خلى حسنه دير كاع داك الشيء اللي كيقول لها. وقت كبير هما هكاك حتى ما بقاش هذاك الشخص كيجي لراسو وما بقاتش كتسمع ليه حتى شي حاجه وبدات كتنساه. فحاجه طبيعيه من بعد الاقوال ديال المونيا البوليس غادي يشكوا في ان ممكن اللي يكون قتل حسنه هو داك الشخص اللي كان عايش في اسبانيا. داكشي علاش سولوا موني على المعلومات ديالو، ولكن هي ما عارفه عليه والو من غير انه تلاقات معاه اول مره في البحر. البوليس غادي يحقوا مع الجيران باش يشوفوا واش شي واحد فيهم سمع شي صداع ولا شاف شي حاجه في ديك الليله، ولكن ما وصلوا لوالو. الجيران ما شافوا والو ما سمعوا والو، وما كانت حتى شي حاجه اللي تقدر تدخل لهم الشك داك النهار. وحتى داك الدرب ديما فيه الصداع والمشاكل، وبالنسبه لهم الصداع مساله عاديه ولفوها واستأنسوا بها. وحتى الدرب ديالهم جاي مظلم شويه وصعيب يقدروا يكونوا شافوا شي حاجه او لا ميزوا شي شخص جا داك النهار لعند حسنه. في هاد اللحظات غادي يخرج التقرير ديال الطبيب الشرعي اللي قال ان حسنه ماتت بهبوط حاد في الدوره الدمويه بعد النزيف اللي تعرضت ليه. والمفاجاه اللي كانت كبيره بزاف انها كانت حامله في الشهر الثاني ديالها، واكثر من هذا الشيء انها دارت علاقه مع شي واحد قبل ما تموت بساعات قليله، ولقاو في الضفار ديالها اثار ديال الجلد ديال المجرم. هذا الشيء كيعني ان حسنه كانت كتقاوم المجرم. اما بالنسبه للتقرير ديال الشرطه العلميه فاكيد غادي يخرج بالجديد، واول حاجه لقاوها ان البيت ديال حسنه فيه واحد البصمه مجهوله، وحتى الدم اللي كان في البيت ماشي ديالها بوحدها، وكاين دم واحد اخر في مسرح الجريمه واللي ماشي قليل حتى هو بكميه كبيره كتبين بان حسنه ممكن تكون ضرباته بنفس الموس اللي تقتلات به، وداك الشيء اللي خلى النزيف ديالو يكون في الغرفه فين تقتلات حسنه. وبالنسبه للبيست ديال حسنه لقاو الفيسبوك ديالها مازال محلول فيه والمود باس ديالها مازال مسجل،
والشرطه علميه غادي توصل لواحد المحادثه اللي غادي تكون المفتاح ديال الجريمه كامله. اول حاجه غادي يلاحظوها هي الكم الهائل ديال الرجال اللي كتهضر معاهم حسنه في الفيسبوك، والعامل المشترك بيناتهم انهم عايشين في اسبانيا، سواء كور او لا مغاربه عايشين تما. وهذا الشيء كيدل بان هذا الحلم ديال اسبانيا ما كانش غير عند الام ديالها، لصقاتو حتى في بنتها، وبجوج بيهم كانوا باغيين يمشيو باي طريقه لاسبانيا. ولكن وسط من هذا الشيء كامل لقاو محادثه اللي بينها وبين واحد الشاب اللي سميتو بلال، من خلال المعلومات ديالو اللي داير هو في فيسبوك، وزايد بانه صغير عليها في العمر، من خلال المعلومات ديالو اللي داير في الفيسبوك. واللي لاحظوا البوليس من هذه المعلومات انه صغير عليها في العمر وداير في عمره 24 سنه. وبالنسبه للتصاور ديالو ما داير حتى شي تصويره شخصيه في الحساب ديالو، غير تصويره عشوائيه مهزوزه من الانترنت وصافي. وداير بانه عايش في مدريد. هذه المحادثه كانت اغرب حاجه ممكن يشوفها الواحد، حيت كانوا فيها جوج جمل كيتعاودوا، واللي هما ملي خرج باك من الدار علميني. كيدوز واحد شويه د الوقت كتجاوبو حسنه كتقول ليه راه خرج بالفعل، كيقول لها هو انا جاي عندك دابا حلي الباب، وكتجاوبو حسنه وكتقول ليه انا غادي نحلو لك دابا واحد القسم. وهاد الجمل كانوا غير كيتعاودوا في هاد المحادثه بزاف، يعني ممكن اللي يكون قتل حسنه يكون ساكن غير قريب منها. وهذا الشيء اللي غادي يتاكد للبوليس من بعد ما غادي يديروا تتبع لذاك الحساب ديال الفيسبوك، غادي يلقاوه كيتفتح غير من واحد السيبر قريب للدار ديال حسنه. هنا البوليس غادي يرجعوا لاصل المحادثه اللي بين حسنه وبلال، وغادي يفهموا بان بلال كان كيكذب على حسنه واستغل الضعف ديالها قدام انها باغا تمشي اسبانيا، وداك الشيء علاش دار حساب وهمي اللي فيه معلومات غلطه، وانه ساكن في مدريد وفي عمره 24 سنه. هذا الشيء واش غادي يكون بصح؟ هذا الشيء اللي غيتاكد لينا مع القصه. اللي فهموا البوليس من الهضره اللي دارت بيناتهم انه كان كيطلب منها يهضروا في الكاميرا في واحد التطبيق اللي سميتو سكاي اللي كان معروف في ذاك الوقت، وكان كيطلب منها باش تطلع معاه في وضعيات اللي ماشي هما هادوك، وكان حتى هو كيسجلها. ومع الوقت كان كيهددها بداك الفيديوهات. يعني التجربه اللي عاشتها حسنه فاش كان عندها 20 عام هي اللي تعاودت عاشتها مره واحده اخرى وهي عندها 26 عام بسذاجه. البوليس غادي يلقاو مجموعه ديال الفيديوهات ديال حسنه اللي كان مصيفطهم ليها بلال في الكونفرساسيون، اي في المحادثه. الصوره بدات كتوضح عند البوليس وبداو كيعمقوا التحقيق في الحي، وبالضبط في المنطقه اللي قريبه من السيبر اللي كيتفتح منه داك الفيسبوك. خصوصا ان الناس اللي عند بلال في الحساب ديالو يعني لائحه الاصدقاء كلهم كور، وكان حابك القصه مزيان والخطه ديالو باش يطيح حسنه في الخيه. المهم التحقيق في ذاك المنطقه ما فتح حتى شي باب، حيت ما لقاو حتى شي واحد سميتو بلال اللي يكون في نفس المواصفات ديال المشتبه فيه. واكثريه ديال الدراري اللي سميتهم بلال مازالين صغار والسن ديالهم ما بين 10 سنين 13 سنه، يعني ممكن يكون اسم بلال هو اسم وهمي. هنا البوليس غادي يديروا واحد الحاجه وغادي يبقاو يتسناو امتى غادي يتفتح داك الفيسبوك باش مع يتفتح مع يقرقبوا على مولاه من خلال التتبع ديالو. ولكن والو، داك الفيسبوك ما تحلش نهائيا، وبلال كان فاهم هذه القضيه، كان عارف انه اذا مشى حتى لفتح الفيسبوك ديالو غادي يطيح في مشكل كبير. البوليس غادي يطيح عليهم فكره واحده اخرى، وهذه الفكره اللي كانت ذكيه بزاف، هي بما انهم عندهم المعلومه ديال ان اللي قتل حسنه حتى هو مضروب والدم ديالو كان في مسرح الجريمه، غادي يراقبوا داك السيبر مزيان ويشوفوا اي واحد فيه شي ضربه، واذا لقاوه غادي يقدر يكون بنسبه كبيره هو مول الفعله، خصوصا على ان الكميه اللي لقاوها في مسرح الجريمه كانت باينه ان الضربه اللي خدا ما كانتش ضربه سهله وكانت ضربه غارقه. وبالفعل هذه القضيه اللي داروها غادي تفتح بيست جديده في التحقيق، حيت غادي يبان لهم واحد الدري في الثلاثينات من عمره كيدخل يوميا لواحد السيبر، والغريب في الامر انه كيدخل كيعرج وكيخرج كيعرج. وملي دقوا البوليس مزيان وحيت كان فصل الصيف كان لابس واحد المرات غير واحد الشورت، وبان البوليس بان هذا الشخص داير واحد الفاصمه اللي كبيره على الفخذ ديالو. هنا البوليس ما غاديش يهضروا نهائيا معاه او لا غيتهموه بشي حاجه، وغادي يراقبوه مزيان وغادي يتسناو حتى يخرج من السيبر وغادي يتبعوه حسي مسي. وهنا غادي تكون المفاجاه اللي صدمات كل شيء، داك الدري غادي يدخل للدار ديال مونيا، ومن بعد البحث والتحقيقات غادي يعرفوا ان هذا الشخص هو خو مونيا الكبير، سميتو رشيد وفي عمره 30 سنه، ما خدام ما ردام وما كيدير والو في حياته. مره كيبريكولي الى لقى شي حاجه فاش ما كان، ولكن الاغلبيه داير واحد الكريسي في الحومه وكيبرم مبلي بالحشيش والشراب وما كايناش شي بليه ما كيديرهاش، وفي الليل ما كيخويش من السيبر. هذه هي حياه رشيد.
واش زعما يقدر يكون هو مول الفعله؟ اش بان لكم نتوما؟ هاد القصه الصراحه كتخلي بنادم يفكر مزيان قبل ما يدير اي حاجه في الانترنت، واللي ولا كله مصائب خصوصا في الجانب ديال العلاقات. المهم حضي وليداتكم الله يجازيكم بخير. وعاد حاليا مؤخرا خرجوا تطبيقات اللي كيسهلوا هذا الشيء بزاف. نرجعوا للقصه والقضيه ديالنا. البوليس بطبيعه الحال غادي يحقوا مع رشيد، واول سؤال قالوا ليه هو مالك في رجليك؟ قال لهم اللي هجموا عليا شي وحدين وبغاو يجريسيوني. وملي سولوه على امتى وقع لك هذا الشيء قال لهم نفس الوقت اللي كانت فيه حسنه كتفارق الحياه. هذا الشيء كامل صدفه زعما؟ غادي يسولوا البوليس واش مشيتي للطبيب وديكلاريتي؟ قال لهم لا، الضربه ماشي شي حاجه اللي نقدر نمشي عليها للطبيب، وحتى اصلا ما داو ليا والو باش نديكلاري. البوليس شموا فيه الريحه ديال انه مخلوع وكيدخل وكيخرج في الهضره. هنا غادي يقولوا ليه باش يعري الفاصمه ويشوفوا الضربه. ملي عرى ليهم الفاصمه لقاو الضربه ضربه نيت ماشي اللعب، والاغرب انها بدات كتعفن ليه وما قدرش يمشي للطبيب. اذا بنسبه كبيره خايف ان البوليس يشكوا فيه، واللي زاد شكك البوليس ان رشيد فيه خبشات كبار جه يتعنقوا وماشي عاديين. وملي سولوا على منين جاو هذا الشيء هذا ومنين جاو هاد الخباشي قال لهم نفس الهضره من دوك الدراري اللي بغاو يجريسيوني. المحقق اللي كان كيحقق معاه قال ليه واش كاين شي واحد كيجريسي وكيخبش وهو اصلا عنده الموس؟ فطلعوه في البلاصه الصافيط وغادي يدوز للتحقيق تحت الحراسه النظريه. وسولوه على حسنه ونوع العلاقه اللي عنده معها. قال لهم بلي ما عنده معها حتى علاقه وبيناتهم غير السلام، وهي غير صاحبة اختو وما كتجمعوا معها حتى شي علاقه من اي نوع. هنا البوليس غادي يستدعيو اختو مونيا وغادي يعاودوا يحقوا معاها من الاول. واللي غادي تستغرب بزاف انهم يتهموا خوها في هذه الجريمه هذه. وقالت في الاقوال ديالها ان خوها رشيد عمرو هز في حسنه العين، خصوصا ملي كتكون معها هي، وعمر زعما هي تخيلات ان ممكن تكون شي علاقه بيناتهم. وحتى حسنه عمر قالت لها شي حاجه على هذه القضيه وهي مولفه ما كتخبي عليها والو. وإلا كانت شي علاقه بين حسنه ورشيد فاول وحده غادي تعرف هذا الشيء هي مونيا. هنا البوليس غادي يدوزوا لمرحله الحسم، وهي مقارنه البصمه ديال رشيد مع البصمه اللي تلقات في مسرح الجريمه، وحتى لا دي ان اللي لقاو في الجلد اللي بين الضفار ديال حسنه. والنتيجه غادي تخرج ايجابيه 100%. ورشيد هو اللي كان مع حسنه في البيت ديالها، وهو اللي صفاها ليها، وهو اللي دارت معها علاقه قبل ما تموت، وهو ولد الجنين اللي في كرشها. والتهمه لابساه بدون شك وبالدليل والحجه والبرهان. ولكن اللي غريب هو السبب اللي خلاه يقتلها، وشنو طرا بيناتهم ذاك النهار وشنو وقع بالضبط. رشيد ملي واجهوه البوليس بالادله اللي ضده نهار نهائيا، خصوصا انه ما كانش عارف باللي حسنه حامله وكانت مخبيه عليه هذا الشيء. وملي عرف راسو انه قتل ولده ولا بنته ملي قتل حسنه تأزم بزاف وما حس حتى لقى راسو كيعترف بالافعال ديالو وبالجريمه ديالو كيفاش حتى دارها. رشيد جا في الاقوال ديالو انه من نهار عقل على راسو وهو كيحاول يتقرب من حسنه، ولكن هي ديما كانت كتشوف فيه خو صاحبتها وديما كتبعدو منها وما كتعطيش فرصه نهائيا. حاول شحال من مره يصيفط لها في الفيسبوك ولكن هي كانت ديما كترفضو وعمرها جاوباتو اصلا، حتى النهار اللي كانت بايته فيه مع اختو في الدار وعاودت ليها حسنه على السر ديالها وعلى المغربي اللي عايش في اسبانيا وكانت معاه في علاقه وكان كيصورها. هو من هاد الهضره فهم ان الحلم ديال حسنه غادي يخليها دير اي حاجه باش توصل ليه وما عندهاش مشكل نهائيا. هو استغل هاد النقطه مزيان ضدها وخدم عليها بشويه بشويه. دار فيسبوك جديد وبدا يدخل غير الناس اللي عايشين في اسبانيا سواء قور ولا مغاربه، وصيفط حتى الناس اللي عندها هي في الاصدقاء ديالها ودخلهم عنده في اللائحه الاصدقاء ديالو، ولاو من لي زامي ديالو هو، يعني من الاصدقاء ديالو هو. وخلق واحد العدد كبير ديال الاصدقاء المشتركين او ما يطلق عليه لي زامي اون كومان. وملي صيفط ليها هي قبلته بسهوله وفي البلاصه وداز عليها هذه القضيه. وهنا كانت اول درجه من الخطه ديال رشيد ناجحه 100%. بدا يهضر معها على انه مغربي عايش في مدريد وكيقلب على الشريكه ديال حياته والزوجه المستقبليه ديالو، وباللي هو انسان متفتح وما عندوش مشكل تكون هي كبيره عليه، وخلاها تحس بانها سيدات الهوته. ولكن في الحقيقه راه العكس اللي صحيح، هو اللي استدرجها لداك الشيء اللي بغا. بقاو كيهضروا ميساجات مده كبيره، من بعد ولا كيطلب منها دير كاميرا وهو ما يقدرش يدير الكاميرا بحجه انه كيهضر معاها من البيسي ديال الخدمه، وكل مره كان كيطلب منها حاجه وملي كترفض كان كيقلب عليها الوجه نهائيا، وهي بالسذاجه ديالها دارت ليه داكشي اللي بغا. وهذا الشيء كامل البوليس كان متاكد منه من خلال البحث
ديال الشرطه العلميه في البيسي د حسنه، وكانوا باغيين غير يوصلوا شكون مول الفعله. ومنين سجلها اكثر من مره تعرض ليها في الحي وقال ليها هذا الشيء كامل وبالتفاصيل ديالو، واكثر من هذا الشيء لقاتو مصيفط ليها التسجيلات وقال ليها الا ما دخلتينيش للدار منين خرج باك للخدمه غادي نشوفك ونحط الفيديوهات ديالك في الانترنت وغادي نصيفطهم للدراري الحومه كاملين وغادي نصيفطهم حتى لباك. هنا حسنه غادي تخلع وغادي دير ليه خاطرو وغادي تدخلوا المره الاولى والمره الثانيه حتى لقات راسها كتدخلو يوميا وكيطلب منها كل مره انه يدخل عندها للدار، حتى ولا كيجي الراس ويدق في الباب بعض المرات ملي كيكون ناشط وكيكون مبوخ كما كنقولوا، وسمحوا لي على هذا المصطلح. وكيدوز معها النهار كامل وعادي يمشي ينعس. وبدات حسنه تدخل في مرحله صعيبه، وخصوصا انها ما عندها لمن تعاود. حتى صاحبتها منيا اللي مولفه تعاود ليها الكوارث ديالها صدقات اختو، هو قال لها الا مشات منيا عرفات هذا الشيء فراه غادي نشوهك. وكان ديما اي حاجه كيبغيها كيهددها بدوك الفيديوهات. حسنه كانت عارفه اش مكار، كل شيء عنده زايد ناقص وما قدرات دير والو. وبالنسبه للحمل ديالها قال رشيد بلي ما قالت ليه والو على هذا الشيء، وعمر جبدات معاه هذا الموضوع ولا عرفها شي نهار حامله، وهو اللي كان عارف انها كانت كتاخذ لي بيلول يعني حبوب منع الحمل. وداك الشيء علاش كان هو مهني وما مسوقش نهائيا انها ممكن تحمل شي نهار. فالبوليس ما بقى لهم الا انهم يدوزوا معاه للمرحله ديال الاعتراف النهائي، وقالوا ليه عاود لينا كيفاش قتلتيها وكيفاش حتى تضربتي في رجليك. قال لهم انا ما كنتش باغي نقتلها ولكن هي اللي كانت باغا تصفيها ليا. من بعد ما كنت معها في الدار مشات للكوزينه حتى تفاجأت انها جايه باغا تضربني بموس. انا حاولت نتفادى الضربه وحيت كنت فوق الناموسيه ومازال ما لبست حوايجي، جاتني دقه في الفخط حيت ليها الموس وما حسيتش براسي حتى ضربتها به. وهي ديك الوقيته فين خمشاتني، انا ما حسيتش شازتها الضربه الثانيه. وملي طاحت حاولت نقلب على شي فاصمه نشد بها رجلي لان الدم ما بغاش يحبس ليا ديك الوقيته. ما لقيت والو من غير واحد الزيف. مشيت للكوزينه كنقلب على التحميره باش نحاول نحبس الدم، عمرت الضربه بها وربطتها بداك الزيف وعاد لبست حوايجي من الفوق ومشيت للدار كنجرب قوه الخلعه. دخلت لبيتي نيشان سديت عليا. من بعد ما حبس ليا الدم حليت بيتي وخرجت بشويه بلا ما يشوفوني موالين الدار، وبديت كنقلب على القطن والفاسما وبيتادين وراكم عارفين باش يحاول يسواني داك الضربه. وبقى في الدار حتى حس بالضربه كتكرم، ولكن من بعد حس بانها بدات كتعفن وكان كيفكر يمشي للطبيب ولكن خاف انهم يشكوا فيه او لا يستدعيوا البوليس في السبيطار حيت فيه الضربه بين ديال الموس. كانوا هادو هما الاعترافات ديال رشيد. قصه واش من قصه. الاختيارات ديال الانسان ديما هما اللي كيحدوا المصير ديالو. ماشي عيب تحلم، ماشي عيب تكون طموح، ولكن اللي عيب هو انك تتبع طرق الشيطان باش تحقق الاحلام ديالك. بهاد الاختيارات كتكون وصلتي للشيطان الطموح ديالو هو، واللي هو يدخلك في الحرام ويخليك دير اوسخ الفعايل باش توصل للاحلام ديالك. ولنفترض جدلا انك وصلتي بهاد الطرق ما غاديش تكمل فيهم وبالزربه غادي تسالي الحكايه ديالك. تقدم رشيد للعداله والمحكمه حكمت عليه بالمؤبد. كنتسنى التفاعل ديالكم في التعاليق، ولا عجبك الفيديو ما تنساش نتشوف في القصه والقضيه الجايه ان شاء الله. الله المعين.